خذ اتصل بالرقم يلا عشوائي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا فهمت تمام. نريد أن ندخل معك في برنامج جميل يسمى تشيع معنا وادخل الجنة معنا. الله. تشيع ونهديك إلى سبل السلام. طيب. سبل الإمام، سبل الحمام. طيب. فنريد منك يعني هل تقبل أن تتشيع معنا وتدخل في الدين حقنا دين التشيع؟ قبل أن أدخل معك أو أقبل أو لا أقبل، أنا أريد أن أسألك سؤالا: ما هو المرجعية للدين الشيعي؟ المرجعية للدين الشيعي هي هم الأئمة يعني أئمتنا الاثنا عشر. والقرآن ليس مرجعية لكم؟ القرآن موجود معنا قرآن. أنتم تؤمنون بما في القرآن؟ دينكم يقوم على ما في القرآن أم عندكم كتب أخرى غير القرآن؟ الاثنين موجود، القرآن وغير القرآن يعني موجود الأئمة. القرآن لم ذكر القمل والجراد والكلاب والذباب، وذكر الدواب، وذكر المجرمين، وذكر الأنبياء، لكن الأئمة موجودين. الأئمة هم مرجعيتنا وهم معروف ان هم هؤلاء ذي يشرعوا لنا. كيف ما لك أنت؟ أين مرجعيتهم هم أين مرجعيتهم؟ هم من الله. من أين جاءت مرجعيتهم؟ من الله، وحي ينزل عليهم من الله. في أي كتاب؟ في موجود. أي كتاب؟ القرآن لم يذكرهم ولم يتطرق إليهم لا من بعيد ولا من قريب. طيب. ولم يذكر القرآن أن كربلاء مقدسة، وأن قم مقدسة، وأن مشهد مقدسة، وأن النجف الأشرف. ما أدري من أين أتيت بالنجف الأشرف، كيف صار أشرفا، وكيف صارت كربلاء مدينة مقدسة. هذا كله غير مذكور في القرآن. القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. أنتم ليس لكم أي ذكر، لا لكم ولا لآل البيت. يا مخرج، من أين تأتي بهذه الخرافات؟ من المؤلف الذي ألف لك هذه الخرافات؟ يا مخرج، حلقات وحلقات وبرامج وكلها كذب وخرافة. يا مخرج، من أين أتيت بهذا كله؟ يا مخرج الله لا وفقك. حتى لباسك هذا اللباس الشنيع الفظيع الذي، وهذا اللباس وهذا الكلام وهذه البداعات وهذه الخرافات التي تخرج من فمك، من أين أتيت بها؟ ما هي مصادرك؟ ما هي مصادرك؟ من أين دينك؟ دينكم هذا القائم على الثارات والاختلاسات والحروب. أنا ما ذنبي أحمل ثارات 1400 سنة. دمرتم العراق ودمرتم اليمن باسم الثارات، ودمرتم سوريا ودمرتم اليمن ودمرتم من أين وتريدوني أن أنقل هذه الأحقاد إلى أبنائي؟ التلفون. هل هذا دين؟ هل دين يقوم على الأحقاد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كودا سكت. ولديكم احتفالات ومناسبات لتنهبون بها الناس وتنهبون بها الشعوب وتنهبون بها المسلمين وتهدرون أموالهم ودماءهم. قبحكم الله وقبح الله ما جئتم به، ولا أرانا الله دينكم ولا ما الحمد لله قفلنا بعض الناس مع كودني. لكن أبشرك أن الناس قد وعت وفهمت واستعدت لكم، وسيأتي يوم لكن ما عاد نشتيك ولا احنا بحاجة أبوك. خلاص قفلنا الموضوع وقفلنا الحلقة وقفلنا كل شيء.